احمد حسام ميدو هيرجع يلعب كرة تاني بعد الاعتزال. والمشكله مش هنا، المشكله اللي بيقول لك ده في نادي في الدوري المصري مستنيه في الموسم الجاي. بس انا عايز اقول لك كلمه واحده، سبت ايه للشباب اللي زيي ولا اكبر مني ولا اصغر مني؟ لما يكون لاعب عنده 41 سنه ويرجع يلعب كرة تاني بعد ما اعتزل، يبقى احنا كده بنضحك على بعض. ده في لعيبه حريفه والله بيلعبوا في الشوارع، ما بيلعبوش في نوادي، وكل ده علشان معهوش واسطه. وانتوا ليه ما بتدعموش الشباب اللي زي دي؟ جرب كده تديهم الفرصه وانت هتشوف اللعيبه اللي بجد. ولا عشان هم معهمش واسطه يبقى ما يستحوش ان هم يلعبوا في نوادي؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انتوا اللي بتدمروا الشباب دول، عشان كل حاجه عندكم الفلوس الفلوس الفلوس. ومش بس كده، ده بقول لك انا هرجع الدوري المصري واسجل 10 اهداف وانا واقف، لان مفيش مهاجمين في الدوري المصري اصلا. يا بجحتك يا اخي، بقى انت لاعب عندك 41 سنه وراجع من الاعتزال وعاوز تقارن نفسك بلاعب عنده 25 سنه او 29 سنه؟ ومش بس كده، ده في انديه في الدوري المصري بتروح تشتري لعيبه بالدولار ما تستاهلش ان حد يشتريها اصلا. وانت ليه ما تستغلش اللعيبه اللي عندك في بلدك؟ والله هتشوف مواهب، ده في مواهب بس مدفونه، وكل ده علشان معهمش واسطه. بس والله ده في لعيبه ما ينفعش تلعب في الشارع ومفروض تلعب في انديه كبيره. بس اديهم الفرصه، اديهم الفرصه وانت هتشوف اللعيبه اللي بجد. انا عاوز كل الناس تشير الفيديو ده على قد ما تقدر. سلام.